بقالي فترة الصراحة بلعب لعبة أمنيجيا، وبصراحة مبهور بالعظمة اللي بيقدمها الاستوديو من جرافيكس وقصة وأحداث. أمنيجيا هي واحدة من أشهر سلاسل الألعاب على مر التاريخ، حيث إن كل جزء منها بيحتوي على بطل جديد بقصة جديدة وأحداث مختلفة. لكن مع اختلاف كل العوامل دي، في شيء واحد مشترك بيجمع كل الأجزاء دي، وهي إن كلهم بيتعرضوا لتأثير عالم مختلف تماما عن العالم بتاعنا، عالم بيتخطى كل القواعد الفيزيائية والطبيعية، عالم كامل تخطى استيعاب البشر. وغير تأثير العالم ده على القصة وما فيها، كل أبطال السلسلة دي بيتعرضوا لشيء واحد مشترك، وهو الأمنيجيا أو مرض فقدان الذاكرة. والنهاردة هنشرح أحداث تاني جزء من السلسلة، واللي بيندرج تحت عنوان أمنيجيا ماشين فور بيجز. أحداث أمنيجيا ماشين فور بيجز بتحصل سنة 1899، وتحديدا ليلة رأس السنة، يعني آخر يوم في سنة 1899. اللعبة بتبدأ وانت بتلعب بشخص اسمه اوزوالد ماندس، رجل صحي من غيبوبة، لكن واضح انه مريض وعنده حمى شديدة خلت دماغه في حالة توهان. اول ما صحي اكتشف انه فاقد الذاكرة، لكن فقدها بشكل جزئي مش كلي. مش فاكر ايه اللي حصل في اخر سنة من حياته، بس باقي حياته هو لسه متذكرها كاملة. هو فاكر ان اسمه اوزوالد ماندس، رجل اعمال بريطاني صاحب اكبر مصنع لحوم في لندن. اوزوالد اتجوز مراته ليلي واللي كان بيحبها جدا، وبعد كده خلفوا توأم سماهم إدوين وإينوك، لكن للأسف ليلي ماتت وهي بتولدهم. ماندس كان فاكر كل التفاصيل دي، لكن مش فاكر ايه اللي حصل في الفترة الأخيرة من حياته، ليه فقد الوعي، والغريب في كل ده فين هم عياله، ليه هم مش حواليه. ماندس كان لسه سامع صوتهم بينادوه من بعيد، وراح يدور عليهم في الغرف الكتير اللي في القصر، لكن للأسف ما لقاهمش. هم سمعهم بينادوه بيلعبوا من بعيد، لكن هو مش عارف هم فين. في اللحظة دي ماندس جاله اتصال تليفوني، ولما رد على التليفون لقى شخص غريب بيقول له أطفالك محبوسين تحت القصر، تعال بسرعة عشان تنقذهم قبل ما يحصل لهم حاجة. ماندس مش عارف الشخص ده يبقى مين، والأغرب كمان إن صوت الشخص ده يشبه صوت ماندس نفسه. الشخص ده عرف نفسه على إنه المهندس، وقال له إن هو عمل آلة ضخمة تحت القصر، وكمان قال له إن في شخص خاين عطل الآلة دي ودمر أجزاء كبيرة منها، وده اللي خلى أطفال ماندس يتحبسوا جوه الآلة وما يعرفوش يخرجوا. ماندس كان شاكك في المهندس ده، لكنه كان مضطر يمشي وراه علشان ينقذ أطفاله. وفعلا ماندس بدأ ينفذ أوامر المهندس، وبدأ يصلح الأجزاء البايظة من الآلة اللي كانت ممتدة تحت قصره وتحت مصنعه، وكمان وصلت إنها تمتد تحت شوارع لندن كلها. إيه الآلة دي وإزاي هي كبيرة كده؟ ماندس فضل يسأل نفسه السؤال ده طول فترة اللعبة، وفي كل مكان ماندس كان بيدخله كان بيلاقي ورق ومذكرات، بل وأحيانا تسجيلات صوتية ليه هو شخصيا. كل الحاجات دي كانت بتخش الماندس بشكل مش مترتب، وماندس ساعتها ما كانش اهتمامه إنه يرتبه، بل كان همه الوحيد إنه يلاقي أطفاله. أثناء التجول ماندس بدأ يلاحظ أشخاص بيتربصوا بيه، أشخاص بيطردوه وعايزين يمسكوه. بعد فترة ماندس اكتشف إن اللي بيطردوا ده مش بشر، لكنهم وحوش بشكل يشبه الإنسان لكن بوش خنزير. ماندس فضل يهرب منهم لأن ببساطة مش قدهم، وفي النهاية ماندس وصل لآخر جزء في الآلة علشان يصلحه، وبعد ما صلحه الآلة اشتغلت. وهنا ماندس سمع صوت المهندس بيقول أخيرا أنا رجعت للحياة تاني، دلوقتي أقدر أبدأ في تطهير العالم. I live, I breathe again, I rise, I will rise to bleach the sky and still the water. I will spin the world wheel and set the future upon the path to redemption. Where are my children? You promised me my children! My time is come. More pig! More pig!
ماندس اتصدم واكتشف ان المهندس كان بيخدعه طول الوقت ده، والاطفال مش محبوسين في الآلة، بل الآلة دي كان هدفها تدمير البشرية كلها. الآلة دي حررت عدد مهول من الخنازير البشرية، واللي بدورهم جري على طول على العالم الخارجي لبدء المذبحة. ماندس جري على طول عشان يلحق يحذر الناس من الخنازير، لكنه اول ما وصل للسطح اترعب من المنظر اللي هو شايفه. الخنازير البشرية اتثابت في لندن بأعداد مهولة، وهدفهم ان هم يخطفوا الناس ويضحوا بيها علشان يرضوا الآلة. ماندس بدأ مذبحة ملهاش مثيل في تاريخ البشرية. الدم بقى مال الشوارع، والناس بتصرخ وتجري على امل الهروب، لكن للأسف مفيش مهرب. الخنازير مش بتسيب حد، كبير او صغير، راجل او ست، كل بقى مستهدف. المدينة بقت جحيم على الأرض. شوارع لندن اللي كانت مليانة حياة وزحمة بقت مليانة صريخ والدم. البيوت والمحلات اتكسرت، والنور بيطفي ويجي بشكل عشوائي، وريحة الموت والدم بقت مليانة في كل مكان. هنا ماندس قرر انه لازم يدمر الآلة دي بأي تمن، لازم يوصل لقلب الآلة علشان يواجه المهندس ويقضي عليه. وهنا ماندس قرر انه يتحرك ناحية مركز الآلة، بس طبعا الخنازير البشرية بأمر من المهندس ما سابوش وفضلوا يجروا وراه علشان يمنعوه. لكن ماندس بأعجوبة عرف يهرب منه، وبعد معاناة كبيرة أخيرا وصل لمركز الآلة. وهنا كانت الصدمة بالنسبة لماندس. المهندس اللي خدع ماندس وخلاه يرتكب المذبحة دي من الأساس ما طلعش بشري عادي، بل طلع ماندس نفسه هو المهندس اللي خدع نفسه طول الفترة دي. وبسبب الصدمة دي والمذكرات والتسجيلات اللي ماندس كان بيجمعها طول اللعبة، ماندس أخيرا جمع ذاكرته. Where are they? Where are my children? Why do you ask, Mandus? You know the answer well enough. Who are you? We are the pig, Professor. We are all the pig. أوزوال ماندس كان رجل أعمال غني جدا بسبب مصنع تعبئة اللحوم الضخم اللي ورثه عن أهله، واللي ماندس كبره بنفسه بعد كده لحد ما بقى من أكبر المصانع وأشهرها في لندن على الإطلاق. ماندس بعد كده اتجوز مراته ليلي، واللي كان واضح جدا من المذكرات إنه كان بيحبها جدا. بس لما ليلي ماتت وهي بتولد أطفالهم، حياة ماندس اتحولت 180 درجة. شخصية ماندس تجاه أطفاله اتغيرت تماما. بالرغم من انه كان لسه بيحبهم جدا، من جواه كان فيه كراهية غريبة تجاههم، لانه هم السبب في موت حب عمره. وهنا دي كانت المرة الأولى اللي تظهر فيها شخصية المهندس جوه ماندس، ومن هنا بدأ الصراع ما بين الشخصيتين. قبل أحداث اللعبة دي كلها بسنة، ماندس قرر يعمل استثمارات في المصنع بتاعه، لكن للأسف الاستثمارات دي كلها فشلت، وماندس خسر فلوس كتير منها، وثروته قلت بشكل كبير لحد ما قرب على الإفلاس. في الوقت ده بنعرف إن ماندس كان ليه عم كبير عايش في قلعة اسمها بريننبرج في بروسيا. القلعة دي اتحرقت على ايد الفلاحين الموجودين في البلدة، لكن شوية كتب ومذكرات من بتوع العم نجوا من الحريق، وماندس ورثهم. الغريب بقى في كل ده ان القلعة دي كان مالكها الاصلي هو الكسندر اوف بريننبرج، واللي زي ما احنا عارفين من الجزء اللي فات انه مش بشري اصلا، فمن المستحيل ان الكسندر يكون هو عم ماندس. للاسف النقطة دي مش واضحة خالص في القصة، والاستوديو ذات نفسه ملخبطها، فخلينا نعتبر ان ممكن يكون واحد من الخدام اللي كانوا موجودين في القلعة قبل ما الكسندر يستولى عليها يكون عم ماندس. مذكرات الكسندر اتبعتت مع مذكرات العم لماندس بالغلط. ماندس قعد يقرا المذكرات دي واكتشف ان في كهف في المكسيك مليان كنوز كتيره وغاليه، وهنا ماندس شاف ان دي فرصته الوحيده علشان يرجع تاني يقف على رجله، وقرر انه يسافر المكسيك علشان يدور على الكنز. وبمساعده مرشد سياحي، ماندس واطفاله وصلوا للكهف ودخلوه، وجوه الكهف ده اولاد ماندس كانوا بيلعبوا وبيجروا لحد ما لقوا كوره شكلها غريب. الكوره دي كانت زي الكوره اللي لقاها دانيال في الجزء اللي فات من السلسله. ولاد ماندس وروا الكوره لوالدهم، وبمجرد ما لمس الكوره شاف حاجات غريبه، شاف مشاهد من المستقبل، شاف الحرب العالميه الاولى والثانيه وملايين الناس اللي بتموت في الحروب من القنابل النوويه والاسلحه الكيميائيه اللي بتدمر حياه الناس. والأسوأ من كل ده، ماندس شاف ولاده الاتنين بيموتوا في الحرب من غير رحمة ولا شفقة. الرؤية دي دمرت ماندس تماما، وهنا جزء المهندس سيطر على ماندس بالكامل.
وهنا ماندس وهو في قمة اليأس قتل ولاده الاتنين جوه الكهف، لأنه كان شايف إن هو كده بيرحمهم من العذاب اللي مستنيهم. وبعدها رجع تاني لندن ومعاه الكرة، ومن وقتها ماندس نفسيته اتحطمت تماما وبقى عنده كراهية جديدة للبشرية كلها. البشر بقوا عبارة عن خنازير في عين ماندس، وهنا قرر ماندس انه يصلح البشرية. شاف ان الحل الوحيد هو التضحية بالبشر علشان يمنعهم من ارتكاب الفظائع اللي شافها في المستقبل، وعلشان يحقق هدفه بدأ يبني الآلة الضخمة اللي شفناها في اول اللعبة. الآلة دي كان وظيفتها انها تتغذى على البشر وتضحي بيهم علشان يحمي العالم منهم. من بين الحاجات اللي ماندس استلمها من مذكرات العام ومذكرات ألكسندر هي جثة مشوهة لخادم من خدام ألكسندر. ماندس درس القصة دي وبدأ يفهم ازاي ألكسندر استغل قوة الكرة الغريبة دي علشان يصنع منها الكائنات القوية دي وازاي يكونوا خدامين تحت رجليه. ماندس استغل الأبحاث دي وبدأ يصنع الكائنات عن طريق خلط ما بين البشر والخنازير، واستخدم مادة سماها كومباوند اكس، والنتيجة النهائية كانت هي الخنازير البشرية اللي ساعدوا ماندس في بناء الآلة وخدمة أهدافه. في النهاية الآلة كانت على وشك الاكتمال، لكن ماندس بعد كل اللي عمله بدأ يحس بالذنب، والجزء الطيب من روحه حاول يسيطر عليه ويدمر الآلة، لكن للأسف صحته كانت بتتدهور كل مرة عن التانية بسبب مرض خطير ماندس اتعدى بيه من المكسيك. ولما دخل في غيبوبة بسبب الحمى ماندس فقد الذاكرة تماما، مبقاش فاكر ايه اللي حصل في آخر سنة في حياته. وبطريقة ما الجزء المظلم من روح ماندس اللي اسمه المهندس دخل جوه الآلة وبقى هو الآلة نفسها. ولما ماندس فاق واكتشف انه هو فاقد الذاكرة، المهندس قرر انه يخدعه علشان يجبره انه يصلح الآلة ويعيد تشغيلها. في اللحظة دي وفي وسط ما ماندس غرقان في الذكريات بيقطع تفكيره صوت المهندس وهو بيترجاه انه ما يعطلش الآلة. I have stood knee deep in mud and bone and filled my lungs with mustard gas. I have seen two brothers fall. I have lain with holy wars and copulated with the autumnal fallout. I have dug trenches for the refugees. I have murdered dissidents where the ground never thaws and starved the masses into fame. A child's shadow burnt into the brickwork. A house of skulls in the jungle. The innocent Manders trod and bled and gassed and starved and beaten and murdered and enslaved. This is your coming century. They will eat the Manders. They will make pigs of you all, and they will bury their stamps into your ribs, and they will eat your hearts. Please, Manders, no. For your children. I am begging you. You made me. You are my creator, my father. You cannot destroy me. الخطاب العظيم ده كان هو آخر محاولة من المهندس لمنع ماندس، وفي النهاية ماندس أخيرا وصل لمركز الآلة، واللي اتضح إن الآلة دي شغالة بقوة الكرة السحرية، واللي دلوقتي بقت مقسومة لنصين. نص منهم بيمثل الروح الطيبة واللي هي ماندس، والنص التاني بيمثل الروح الشريرة واللي هي المهندس. وهنا ماندس عطل الآلة تماما وبعديها ضحى بنفسه، وبموت ماندس المهندس كمان بيموت والآلة بتقف والكورة بتتكسر. ومن غير أوامر الآلة الخنازير البشرية وقفت تصطاد البشر وتقتلهم. لندن بدأت يوم جديد، واليوم ده كان آخر يوم في السنة، وده كان بداية القرن الجديد. ماندس ضحى بنفسه على أمل إن المستقبل يتغير ويكون أفضل. وهنا بتنتهي قصة أمنيجيا A Machine for Pigs. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان تصلكم فيديوهاتي أول بأول، وشكرا جدا ليكم و see you in the next video.